الإعلاميون المصريون غاضبون من الإعلام المغربي الذي تميز بكثرة الكذب في السنوات الأخيرة، الأمر الذي شوه سمعة الإعلام العربي. دعونا نشاهد. اللي أنا مستغرب له قوي الصحافة المغربية. الصحافة المغربية لغاية وقت قريب قوي كانت بتتميز بالاتزان لغاية وقت قريب، لكن مع انتشار السوشيال ميديا واتساع دائرة السوشيال ميديا والوفرة الرهيبة للصفحات والمواقع في المغرب للرياضة وكرة القدم، اتعلموا في الإعلام المغربي الفبركة واتعلموا في الإعلام المغربي الكذب، ودول حاجتين يبوظوا أي حاجة. لما اتفرج النهاردة الاقي الغلاف الخارجي لماركا الأسبانية عنوانه بالحرف الواحد: اعلان المغرب بطل افريقيا عداله متاخره، وصوره للاعيب المغرب، وقال لك ده غلاف ماركا الاسبانيه. دخلت على ماركا الاسبانيه، انا مشترك في ماركا الاسبانيه وبشوفها كل يوم، قلت يمكن ده انا ما شفتهاش فاتتني. دخلت ولا حاجه من دي، متفبركه فوتوشوب. ولقيت ان الماركا عملوا حلقه في الراديو بتاع ماركا الصحيفه عندها راديو، عنوانها ايه؟ الاسكاندالو دي لا كوبا دافريكا، فضيحة أو مهزلة أو كارثة كأس إفريقيا. العكس تماما، العكس تماما. صحيفة AS الأسبانية قالت نفس الكلام، قالت فضيحة في كأس إفريقيا، وهم في الإعلام المغربي بيقول لك العكس تماما. لا، ده المغرب الصحافة الأسبانية واقفة معهم. غلابة الحقيقة، والفبركة دي ما فيش أسهل منها، والكذب ما فيش أسهل منه.